لو كانت السماوة بأوروبا شنو راح يصير؟ كان هسه مدينة أوروك الأثرية أو الوركاء حاليا مكان عمره 6000 سنة فيجمع السواح من كل العالم. كان هسه بمحطة قطار تربط بين كل عواصم أوروبا. كان هسه بيبنى تحتية وفنادق ويمكن حتى مطار. بس انت تدري يعني هسه من تروح للوركاء ماخذ وياك دوشك وصفرطاس من هذا الستيل مال باب الحاره اللي 3 قطع، لان حتى الدليفري ما يوصل لك هناك، لكم دليفري ما يوصل. كان هسه زقوره ومعبد عشتار مسوين بتقنيه الفي ار اللي هي تقنيه الواقع الافتراضي، حتى السواح يشوفون اول مدينه بالعالم. حط لي خطين تحت اول مدينه. ألف رحمة على والديك. وبالأوروبيين كان خبصونا بسالفة إحنا عندنا منطقة الكتابة وإحنا عندنا نطلق الحرف الأول، وأصلاً يسووها علينا من نية، إحنا علمناكم شلون تكتبون. كانك لو راسنا ملحمة قلقامش والكتابة المسمارية وتلقى كل واجهات الفنادق والبيوت جداريات الملحمة والكتابة المسمارية. أما لو كانت عندهم بحيرة ساوة اللي كل ما بالموضوع هي بحيرة ما مرتبطة بأي نهر، هي عين مي بنص الصحراء تنبع من المياه الجوفية. تخيل هاي البحيرة عندهم اللي بيها علاج للأمراض وبيها كبريت وبيها حديد وبيها كل شيء يعالج الجسم والشعر. كان هسه تلقيهم عندهم كل المجمعات الصحية داير ما داير البحيرة، وهم مسوين براند اسمه سماو بيوتي لعلاج السكين كير وتساقط الشعر وحب الشباب والبشرة. ويعني وانت برأيك لو السماو بأوروبا شنو راح يصير؟